طلاب الهندسة المعمارية هي وسيلة الدفاع الأولى عن المشروع بتاعهم أثناء النقاش. أما بالنسبة لنا في سوق العمل فهي كأنها البوصلة اللي احنا بنتحرك بيها علشان نشوف الاتجاه السليم للمشروع هيروح فين. احنا وطلبة الهدف من الدراسة بتاعتنا مش ان احنا نخترع طريقة جديدة للتصميم المعماري او ان احنا نوجد حلول لمشكلات اديلها سنين موجودة. طبعا هو ده الهدف اصلا من دراسة قسم العمارة، ان انت توجد حلول مش موجودة قبل كده، بس مش ده اللي انت بتعمله في اثناء الدراسة زي ما قلنا قبل كده ان هي مايند سيت لدماغك، انت بتبدأ تهيئ دماغك وتفكيرك في المجال ده. فبالنسبة لنا في المرحلة دي الكيس ستادي هي اللي بتبدأ تكون عندنا خبرات في حاجات احنا لسه ما اتعلمناهاش ولسه ما واجهناهاش. طب ازاي ممكن استفيد من الكيس ستادي دي سواء ان انا طالب او ان انا مهندس معماري بالفعل في سوق العمل؟ بالنسبة واحنا طلبة اول ما بيجي علينا مشروع، اول حاجة قبل ما تبدأ تفكر في اي حاجة لازم تشوف مشروع مشابه وتبدأ تذاكر المشروع ده تدرسه. وانت في سؤالين في بالك، اول حاجة هي ايه المشكلة اللي كانت بتواجه المهندس المعماري اللي عمل التصميم ده، تاني حاجة وهي وجد حل ازاي علشان خاطر يتغلب على المشكلة دي، سواء المشكلة دي كانت في المناخ، سواء المشكلة دي كانت في الموقع. طبعا كل مشروع بيجي لك في سوق العمل بيبقى عليه قيود كتيرة جدا، سواء من المجلس المحلي او من طبيعة المكان اللي موجودة او من الميزانية او من احتياجات العميل وغيره. على عكس مثلا المشاريع بتاعتنا في الكليه بيبقى المحدد الوحيد تقريبا اللي موجود علينا هي بس التايم لاين بتاعنا، ان احنا بنبقى محدودين بديد لاين معين لازم نسلم فيه المشروع. ولو كان متاح قدامك وقت فكر في الكيس ستادي دي، لو انت بدال المهندس المعماري ده بالمعوقات دي معاك او قدامك في المشروع ممكن تحل المشاكل دي ازاي. طريقه ان انت تبقى بتفكر في الكيس ستادي بان انت بتذاكر الكيس ستادي بعدين بتعمل عليها نقد، طريقه التفكير دي بتبدا وانت مش عارف ترسم قدامك بروسيس علشان المشروع بتاعك انت اللي جايلك في الكليه تشتغل فيه بشكل مناسب. حتى الان كل الكلام ده علشان بس تقدر تفهم طبيعه المشروع اللي جاي عليك وانت طالب. لما بتدرس مشاريع مشابهه كتير لمهندسين معماريين مختلفين وفي اماكن مختلفه، انت بتبدا في كل مره تواجه مشكله مختلفه وتلاقي قدامها حل مختلف. وبالتاكيد مشروعك حتى واحنا طلبه مش بيبقى مختلف عن كده، انت المشروع بيجيلك بمشكله معينه لازم تشوف المشكله دي ولازم تحلها، وهنا تفكيرك بيبدا لوحده لان انت عندك سابق معرفه بكيس ستاديز وبمشاكل ممكن تكون مشابهه كانت موجوده في مشاريع مختلفه. دماغك بيبدا لوحده يولد افكار جديده علشان خاطر تحل المشكله اللي موجوده عندك في المشروع بتاعك. ودايما انت لو شفت المشكله اللي في المشروع بتاعك وحلتها بشكل سليم فانت بقى عندك مشروع ناجح. ودلوقتي بقى معاد ان انت تناقش المشروع بتاعك او بمعنى اصح الحل بتاعك للمشكله اللي جات لك مع الاساتذه بتوعك. وهنا هتلاقي كل كيس ستادي عدت عليك بدات تدافع عن مشروعك في اتجاه معين، وده لان في الاساس الهدف من مناقشه المشروع هو ان يتم نقد المشروع بتاعك بحد عنده سابق معرفه كبيره، ودي طبعا بتبقى متمثله في الاساتذه بتوعنا في الدراسه. ولان انت وبشكل طبيعي جدا الحلول اللي انت اوجدتها في المشروع بتاعك هي نتاج المشاريع المشابهه اللي عدت عليك، فانت الدكتور اول ما يبدا يقول نقد معين لجزء في المشروع بتاعك او حل معين في المشروع بتاعك، انت بالفعل الحل ده وصلت له نتيجه دراسه لحاجات موجوده بالفعل. فمجرد ما بيبقى النقاش الحته دي ما تتعملش، لا الحته دي تتعمل وممكن كذا ممكن حلها وبالطريقه دي الكيس ستاديز اللي انت ذاكرتها او اللي انت جمعتها بدات بشكل تلقائي جدا هي اللي تدافع عن المشروع بتاعك وبالتالي طبعا درجاتك في المشروع. ده بالنسبه لينا واحنا طلبه. اما بالنسبه لينا واحنا في سوق العمل بالفعل ايه لازمه الكيس ستادي بالنسبه لي؟ خلينا الاول نتفق ان كل واحد بيطلع من الكليه وبيتخرج من الكليه بيبدا يدور في جزء معين في سوق العمل. زي ما اتفقنا قبل كده ان اكبر مشكله بتقابلنا واحنا طلبه هي الديدلاين بتاعنا، ان احنا محدودين بوقت لازم المشروع هيتسلم فيه وبيبقى وقت ضيق جدا. بالنسبه لينا واحنا في سوق العمل بالفعل حاليا انت طبعا بتبقى محدود بوقت معين، بالاضافه لكده بتبقى عليك قيود كتيره جدا سواء من الميزانيه او من الاحتياجات اللي موجوده للارض او من المشكلات اللي موجوده او من المحددات البنائيه والقوانين وغيره. فالكيس ستادي واحنا طلبه كانت مفيده لينا في ان احنا بنفهم البروسيس بتاع المشروع عامل ازاي عشان نقدر نحقق كفاءه عاليه في التايم لاين الصغير بتاعنا. اما بالنسبه لينا واحنا في سوق العمل بالفعل كمان الكيس ستادي قيمتها بتزيد جدا معانا، وده لان بدل ما كانت بتقول لنا الوقت نتحرك فيه ازاي لحد ما نسلم المشروع، ده حاليا بقت بتعرض لينا اكتر من مشكله وبتقول لنا كل مشكله ممكن نحلها ازاي او نتفاعل معاها ازاي. وبعد ما قلنا كده لازم اقول لك ان سوق العمل مشبع جدا جدا ومش دايما بيتبني على وعي كافي، فانت اللي هيحدد شغلك عامل ازاي هي نوع العملاء اللي انت بتستهدفهم. انت ممكن تبقى بتخلص المشروع بتاعك في ساعتين بتخلص المشروع بالكامل، او ممكن ان انت يبقى فيه بروسيس طبيعي جدا اللي معروف جدا لاي حد معماري. نرجع تاني لايه لازمه الكيس ستادي بالنسبه لنا واحنا في اثناء الممارسه العمليه. بالنسبه ليا وانا بناقش مع العميل لما بيبقى معايا اكتر من كيس ستادي ببدا اتناقش في مساحات اكبر، ببدا اشوف
التوجهات بتاعته ايه. بمعنى اصح طالما انت معاك كيس ستاديز كتيره فانت معاك حاجه تتكلم فيها مع العميل بتاعك وتفهمه. وده طبعا نتيجه ان الحاجه اللي انا بعملها هي كاستم ريزيدنشال هاوسز، ان المبنى نفسه بيبقى مبني على اساس البني ادم اللي جاي والميزانيه بتاعته وقطعه الارض، مش فكره ان انت اي عميل يجي لك في اي حته هيتحط عنده نفس المبنى اللي موجود عندك وخلاص. ودي الفكره الاولى اللي بتخليني استخدم الكيس ستاديز في حاجه زي كده. الفكره الثانيه وهي ان انت العميل بتاعك مش دايما بيقول النقد على الحاجه اللي انت بتقدمها له اللي انت عاملها، لكن لما بتقدم ليه مشاريع تانية لناس تانية مش انت اللي عاملها، انت بس مجرد جمعت من هنا شويه ومن هنا شويه، تعرض ليه عشان يقول نقد، بيبقى منفتح اكتر ان هو يقول نقد صريح على الحاجات دي. وده اللي احنا بندور عليه. انا بالنسبه لي دايما بشجع العميل اللي عندي ان هو يقول لي دي مش حلوه، دي وحشه، لا دي مش عايزين نكمل فيها، لان من هنا هقدر ابدا اغير التوجه بتاعي. على عكس مثلا ما انا ما قدمتلوش كيس ستادي فالشغل اللي انا بعمله مش عايز يقول عليه وحش، فمش عايز يقول عليه لا مش كويس، عايز يقول كويس عشان يعني يمشي الدنيا، خايف من موضوع الاحراج. احنا كده كده سمعنا نقد كبير جدا في 5 سنين الدراسه بتوعنا، اكبر من اي نقد ممكن نسمعه في اثناء الممارسه العمليه، ده اكيد. على عكس مثلا لما بقدم له الشغل بتاعه بقول له اتفضل ده البيت بتاعك وانا عامله بالشكل ده، بيبقى اقل شويه ان هو يقول نقد على حاجه زي كده. لان انت لو قلت لي الحته دي مش كويسه مش عايزها، انا ببدا اتوجه لحل تاني. لكن لو كملنا فيه فانا ببدا اعمل الميزانيه وببدا اعمل كل الحسابات اللي بعد كده على اساس الحل ده، وبعدين بعد 5-6 خطوات بنكتشف لا ما كناش عايزين نمشي في الاتجاه ده، فكده في 5 خطوات ضاعوا واحنا كنا ماشيين اصلا في اتجاه غلط. فالنقد من العميل للمشروع بتاعي بالنسبه لي ان هو بيوجهني لاتجاه سليم في التصميم. انا مش بعمل مشروع ليا انا شخصيا، انا بعمل مشروع للعميل، فالمفروض هو عنده مشكله وانا عندي الحل الهندسي للمشكله دي، وهو بيجيني عشان اوجد له الحل المناسب ليه هو. النظرة دي حاجة بسيطة زي الكيس ستادي اللي هي حاجة موجودة بالفعل، انت مجرد بس هتشوف هي اتعملت ازاي. انت كطالب اتكون عندك آلية دفاعية عن المشروع بتاعك، لان دايما في مثلا ستراكشر سيستم انت مستخدمه بشكل غلط، الدكتور هيقول لك الستراكشر سيستم ده غلط، هتقول له يا دكتور انا مستخدمه زي المشروع ده، فعلى طول هيبدا يعرف ان انت في سابق خبرة عندك عملت ده، فيبدا يحلل لك المشكلة اللي انت جبتها. على عكس ما يقول لك الستراكشر سيستم عندك غلط فانت مش عارف، فخلاص كده المشروع مفيش نقاش تاني، لان الحاجة اللي هتشيل المشروع اصلا غلط، فهتبدا من جديد. ودي طبعا حاجه احنا بنحاول نتلاشاها واحنا في الدراسه. فمن هنا الدكتور بتاعك بيبدا يوجد لك حل لمشكله انت مش شايفها في المشروع، لان بقى في حاجه تتناقشوا على اساسها. اما بالنسبه لينا في الشغل الكيس ستادي بتشجع بالنسبه للعميل ان هو يقول لي نقد، انا عايز اسمع منه نقد عشان ابدا استوعب هو عايز يروح فين. انت كل عميل بيجي لك بستايل معين، بديزاين معين، بافكار مختلفه تماما عن بعضها، ومن خلال النقد ده ببدا افهم هو عايز يروح فين بالتصميم بتاعه. على عكس ما يجيني بمساحه معينه وانا اعمل تصميم اصلا مش تابع الحاجه اللي هو عايزها، ملوش اي علاقه باي رغبه عنده. فلما بيبقى معاك كيس ستادي فانت عندك ارض واقف عليها وبتتناقش منها، لكن لما مفيش انت مش عارف تروح فين والدنيا دايما تايهه.